رئيس الهلال يصدم رونالدو ونيمار بهذا الخبر بعد التعاقد مع ياسين بونو، ويعلن عن مفاجأة ستهز العالم. ولكن في البداية عطروا فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت محب للنجم المغربي ياسين بونو وتتفق أنه أفضل حارس في العالم، اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. أدلى سعد بن نافل رئيس نادي الهلال بتصريح خطير نقلته شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، وقال: لقد استطاع دوري روشن ضم كل اللاعبين الكبار في العالم، والعام القادم سيكون دوري روشن الأقوى في العالم، فكل اللاعبين الذين تعاقدنا معهم سيخضعون ل3 أو 4 أو 5 مواسم في الدوري السعودي، وهذا سيزيد من قوة الدوري السعودي. أما بالنسبة لانتقال ياسين بونو ونيمار إلى الدوري السعودي، فهذه الصفقة كانت برعاية الأمير الوليد بن طلال، فهو من دفع قيمة الصفقة وليس الصندوق السيادي السعودي. وصدم رئيس الهلال رونالدو وقال: لقد تعرض الهلال لهزيمة قاسية أمام النصر السعودي في نهائي كأس الملك سلمان بسبب حارس المرمى، فعندما رأينا ريال مدريد يحاول التعاقد مع ياسين بونو، سارعنا بالاتصال مع السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية، فهو الذي أنهى صفقة ياسين بونو. فياسين سيحصل في كل موسم على 25 مليون يورو، وفي ال3 سنوات سيتقاضى 75 مليون يورو، وهي أعلى قيمة لحارس مرمى في التاريخ، غير الراتب الأسبوعي لياسين بونو، فبونو سيتقاضى أسبوعيا 75 ألف يورو. لكن ياسين بونو اشترط شرط وحيد في عقده، وهي أن يشارك مع منتخب بلاده في كل البطولات، وهذا الشرط الذي عسر المفاوضات مع ريال مدريد، ونحن لا نمنع ياسين بونو المشاركة مع منتخب بلاده. وفي النهاية لو انت عاشق ومحب لياسين بونو، اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.